بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب يكون كلكم بخير وصحة وسلامة. تعالوا النهاردة نعمل العاشورة بطريقة جميلة جدا وسهلة وبسيطة. ان شاء الله مكوناتنا راح تعجبك والطريقة ان شاء الله راح تعجبك. طبعا انا معايا غلة كنت شاريها من العطار، معايا كيلو، لو حابة تجيبي نص كيلو براحتك انت في الكمية. غسلتها حلو ونقيتها لو كان فيها زلط ولا فيها اي حاجة. زي ما انتوا شايفين كده ميتها صافية وجميلة ونظيفة جدا، وهسيبها ليلة بحالها متلينة في المية لغاية ما الغلاية معانا تبوش كده وتشرب من المية. وبعد كده بإذن الله نشوفوا نعملوا لها ايه. طريقتنا سهلة خالص وجميلة، ولو أول مرة تشوفي قناتي ما تبخليش عليا في اللايك والاشتراك وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. واللهم صل وسلم على سيدنا محمد وبارك عليه. معانا الغلة بلانت وغسلتها كمان وطلعتها من المية اللي كانت بايتة فيها وحطيتها في مية نظيفة وحطيتها في الحلة. بعد كده شغلت البوتاجاز عليها وراح اسيبها تغلي وتستوى لغاية ما معانا الغلة تبقى مستوية وجميلة جدا. وبدأت الغلة تستوى زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله. هي راح تاخد لها ممكن ساعتين في السوى. الغلة بتطول يا جماعة في السوى لغاية ما كده تفرقع معاك الغلاية و... وتبقى منفوشة كده وتبقى جميلة جدا. بعد كده ان شاء الله اغطيها واسيبها تستوى باذن الله استوايه جميله جدا. ومعانا الغله استوت او البليله زي ما انتم شايفين كده، وطفيت عليها وسبتها بميتها لغايه ما الغلايه معانا نفشت واستوت استوايه جميله جدا. وطبعا احنا هنحضر لها لبن. انا اللي معايا ده يا جماعه كيلو. طبعا الكيلو ما اعملهوش كله، انا راح اعين نصه في الفريزر يقعد معاكي مده طويله ما يحصلش اي حاجه ليه، ونص باذن الله اعمله. نص كيلو البليلة أو الغلة ياخد معاك رتل لبن عشان خاطر الأسعار اللي احنا فيها واللبن غلي. ياخد معاك رتل لبن ومعلقتين أو 3 قشطة، بس يا ريت يكون اللبن بخيره ما يكونش واخدة منها القشطة خالص. ولو عندك قشطة لبن عيناها في الفريزر ممكن تحطيه. وكل ما تزودي لبن وكريمة راح تخلي معاكي طعم العاشورة جميل جدا وكريمي. زي ما انتوا شايفين كده اللبن يا جماعة أنا غلياه وبخيره كده بقشطته وكل حاجة ما شاء الله تبارك الله. واحطه في العاشورة بتاعتي ما شاء الله عليها طعمها جميل جدا. راح يبقى معاكي بإذن الله وسهلة جدا وطريقتها بإذن الله هتعجبك لو جربتيها. احنا حطينا اللبن زي ما انتوا شايفين لبن بخيره ده، وده لبن جاموسي تقيل قوي ما شاء الله وفيه قشطة. طبعا انا راح اسيبها تغلي شوية، بعد كده اجيب السكر بتاعي واحطه. وبعد ما سيبناها تغلي خدت كام غلوة احط لها نص كوباية سكر، وحسب التحلية اللي بتحبيها ممكن تزودي لها سكر عن كده براحتك انتي. وخليناها غليت شوية تاني حطينا لها كيس من الفانيليا ما شاء الله زي ما انتوا شايفين. وهحط في العاشورة معلقتين من جوز الهند بيدي طعم جميل جدا في العاشورة، وحسب رغبتك لو ما عايزاش تحطي براحتك انتي. وحضرنا النشا، انا معايا نص كوباية من اللبن واحط معلقتين من النشا اقلبهم حلو. تقلبي النشا مع اللبن حلو قوي عشان ما يكلكعش معاكي. نحط النشا بتاعنا في العاشورة زي ما انتم شايفين. بعد ما قلبت النشا حلو حطيته في العاشورة واقلب حلو لغاية ما معانا العاشورة تتقل. بعد كده اروح حاطه لها معلقتين من قشطة اللبن او 3 حسب يعني الكمية اللي معاكي في قشطة اللبن. كل ما تكتري لها قشطة اللبن راح تبقى معاكي كريمة وجميلة جدا ما شاء الله عليها جميلة جدا يا جماعة. وقوامها جميل وما شاء الله بجد. ألف هنا وشفا على بيها كل منيها. خلاص على كده خلصنا العشرة بتاعتنا، ناخدوها على طول ونغرفوها في الطبقة بتاعتنا زي ما انتوا شايفين. طريقة جميلة جدا وكريمي معانا وتقيلة وجميلة. نزلتها من على البوتاجاز زي ما انتوا شايفين جميلة جدا. حضرت الطبقة، ولو حابة انتي تاكليها ساعانة سيبها تبرد شوية وتحطها في التلاجة وتاكليها ساعانة بتبقى طعمها جميل جدا. لو حابة تحط لها مكسرات بتحط لها بتبقى طعمها جميل، فول كده ولا جوز هند ولا زبيب هي الموجود عندك حطيه. وخلصنا العشورة بتاعتنا جميلة جدا، الشكل والطعم بيتكلم على نفسه. ويا رب يكون عجبتكم الوصفة بتاعتنا وعجبتكم طريقة العشورة، واشوفكم في فيديو تاني بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.